السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر. هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي 2-0. احنا في الفيديو يعني الواحد فعلا مغموم للأمانة طبعا، بس أنا فتحت اللايف عشان أتكلم بما يرضي الله في اللي لينا واللي علينا. الأهلي النهاردة أجاد كل شيء في الكورة، كل شيء في الكورة للأمانة الأهلي عملها النهاردة، حتى إضاعة الفرص للأمانة. يعني فرص النهاردة فيها فرص ما تضيعش، وأنا قلت اللي يضيع يشيل. الأهلي شوط أولاني كان هو الأفضل، استحواذ ولعب وطبعا فرص كتير ضايعة ولا خلاف، ونازل بصراحة كولر بتشكيل محدش يقدر يقول فيه كلمة. بدنيا أرهقه طبعا. جه الشوط التاني، اللي شفته الشوط التاني كل الناس شافت ان الاهلي تراجع، بس انا اللي شفته ان الاهلي خد تعليمات ان انت تسيب الاستحواذ لفلومينينسي ولعب على هجمات المرتده، لان يعني الفرقه اللي انت بتلعبها للامانه حيطه خرسانه. فضل الشوط تمام وفي تكافؤ في اللعب لحد ضربة الجزاء اللي من خيال الحكم فقط، ما فيهاش ريحة ضربة الجزاء ولا اشتباه، ما فيهاش. لحد ضربة الجزاء كانت الدنيا ماشية زي الفل. بعد ضربة الجزاء اللعبة وقعت للأسف. الواحد عايز يعني يقول كلمتين. بقى تقريبا كده حرام على ان فرق افريقية تروح نهائي كاس العالم للأندية. لما حكم يبقى متعند بالشكل ده حتى ما يرضاش يرجع للفار، طب هو انتوا عاملين فار ليه؟ ما طالما انتوا هتمشوها كده لازمة الفار ايه؟ وحكم بضربة الجزاء ما يعني من غير كلام، اللي هو ايه، هي كده وما فيش غير كده. اتحسبت ضربة الجزاء واتلعبت للأمانة ما تتصدش، يعني ملعوبة في البعيدة وزاوية ضيقة جدا، والشناوي مرمي اتجاهها بس ما تتجابش، هي ما تتصدش فما يتسألش عليها. انا عندي كولر ما يتسألش على التشكيل، ولا الشناوي يتسأل عن صد ضربة الجزاء. تمام؟ طيب هنيجي بقى، طب امال كولر يتسأل على ايه؟ على اللي احنا بنسأله فيه من اول الموسم. انت شايف ان في بعض اللعيبه عندك اجهدت، ليه انت بتتاخر في التبديلات؟ انت عندك 5 تبديلات، يعني ليه انت بتتاخر دايما في التبديلات؟ يعني مش دي حاجه عجيبه الشكل، خصوصا يعني انت دخل فيك جول، فاللعيبه حتى لو هي عماله في الملعب تاوح هم نفسيا وقعوا، يعني هم بدنيا ونفسيا كمان وقعوا، فانت كنت لازم تنشط الفرقه، ما كانش يفضل ان انت مستمر. تمام. الاهلي بعد الهزيمه دي هينتظر اللي هيطلع من ماتش مانشستر سيتي واوراوا ريد دايموندز، وطبعا على ما اعتقد ان هو هيقابل
اوراوا دايموندز عشان يحدد المستوى الثالث او الرابع اللي احنا تقريبا كده اتعودنا عليه ولازم نفضل متعودين عليه. كانت النسخة دي هي الاسهل وهي الافضل. انا ما استغربتش على فكرة من تعنت الحكم، وانا كنت شاكة اصلا ان الاهلي هياخد ماتش النهاردة. الله يرحم ايام ما ابو تريكة كان في نسخة اليابان كان واخد احسن لاعب واتغيرت النتيجة لاخر وقت وادوها اللاعب تاني. يعني احنا متعودين على كده. فيا جماعة انتوا لو مش عايزين اصلا فرق عربية تشارك خلاص الاتحاد الدولي يقول لك فرق عربية لا. لان النهاردة كان في ظلم باين. انا ما دخل الجون التاني خلاص اصل هي الفرقة وقعت، دخل الجون التاني خلاص. انا بعد ضربة الجزاء انا خلاص والله العظيم انا قمت ما قدرتش اكمل لان عارفة ان اللي جاي اسوأ. الاهلي اتظلم ضربة الجزاء اتظلم فيها. اللعيبة عملت اللي عليها للأمانة، ولكن زي ما قلنا مشكلتهم الوحيدة إضاعة الفرص. ولو كانوا يعني معلش اصل الفرص اللي انت ضيعتها دي انت ضيعتها وانت في كامل لياقتك وانت لسه واقف على رجلك، هتيجي تعوض امتى وانت منتهي؟ ما هو انت لو كنت استغليت الفرص دي ما كانش هيفرق معاك ظلم تحكيمي. والكلام ده احنا قلناه قبل كده. احنا طول عمرنا كنا بنخلص من بدري. حصل ظلم تحكيمي، اتحسبت عليك ضربة جزاء بالظلم، حصل انت راكب المباراة بنتيجة وبسكور ومش همك. لكن النهاردة فرص بالجملة خصوصا في الشوط الاولاني ما تضيعش. عملوا اللي عليهم اتقتل طموحنا مات وخلاص وما عادش هيبقى فيه طموح تاني لان دي كانت اسهل نسخة واخر نسخة في شكلها ده. فالموضوع كده خلاص هينتظر اللي هيطلع من المباراة الجاية عشان يلعب تالت ورابع. دلوقتي بقينا نتمنى ان هو ياخد البرونزية. يعني اللي احنا كنا بنقول عايزين بقى نكسر حاجز البرونزية وعايزين خلاص دلوقتي احنا بنتمنى انه ياخد البرونزية وتعشت على كده. وكنا نتمنى طبعا افضل من كده خصوصا انت بتلعب شيوخ. يعني انا مش انت لو كان نزل لك فرقة برازيلية بقى من اللي هي دي كان هيبقى وضعنا ايه. بس انت كنت افضل، ولكن اضاعة الفرص هي اللي اتسببت في كده. ولا نعاتب ولا هنسأل في حد ولا نسأل على حد وكده. الحمد لله جبرت وياخدوا بعضهم ويجوا بقى يشوفوا الماتش الجاي ده على خير علشان حتى ننتبه بقى للدوري اللي احنا اهملناه واهمل كولر كل حاجة عشان البطولة دي. فخلاص بقى نبدأ ان احنا نبص بقى للي قدام واللي فات مات والحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. وكفاية ان هم قدموا اداء ده حاجة يمكن مديانا رضا ان اللعيبة بصراحة للامانة عملت اللي عليها. ولكن احنا كفرق عربية ملناش نصيب ان احنا اصلا ناخد بطولات زي دي. ملناش نصيب فيها يعني مش من حقنا. انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الجميع بألف خير وهارد لك لجماهير الأهلي. الفرقة قدمت النهاردة مستوى كويس والحمد لله ان حتى في أداء وفي شكل الحمد لله. نتمنى التوفيق ان شاء الله للأهلي في الماتش الجاي ونتمنى التوفيق ليه ان شاء الله في الموسم ده بالكامل. اتشرفت بوجودكم معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.